حياكم الله مشاهدينا الكرام، رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير. اكيد وسط هالاجواء الرمضانيه الحلوه والجميله، اليوم حبينا تكون جولتنا وتواجدنا الرمضاني مختلف. اليوم احنا متواجدين في الدجيل وسط هالناس الحلوه والطيبه، وتحديدا في مطعم حكايه. ليش في مطعم حكايه وليش في قضاء الدجيل؟ راح نسولف بهالتفاصيل بعد ما نرحب بضيفتنا النجمه العراقيه الجميله والقريبه من قلبي، وهي تعرف ايش قد اعزها. نجمه رمضان كريم علينا وعليك ان شاء الله استاذ محمد، ونقول لاهلنا في قضاء الدجيل رمضان كريم وكل عام وانتم بالف خير. لا من هناك. لا انا نقعد هنا. ليش؟ يلا لا انا اقعد هناك. يلا ما يخالف. محمد تقعد هناك. اكيد اجدد الترحيب مشاهدينا الكرام بضيفتي الفنانه نسمه. الله يخليك استاذ. علينا وعليك ان شاء الله يا رب. ليش اختارتي انه نجي نصور في الدجيل وتحديدا بمطعم حكايه؟ دائما احنا متعلمين التعويض، احنا كلنا نصور في بغداد، بس احنا اليوم تحديدا بين اهلنا وناسنا وحبايبنا في قضاء الدجيل. هذا القضاء تعب هوايه، ضحى بشبابه واولاده في سبيل انه يكونون ساتر منيع ضد دخول داعش الى العاصمه الحبيبه بغداد. انطوا هوايه شهداء، ونقول الله يرحم شهدائهم في هذا رمضان يا ربي، والله يخلي الباقين. طبعا احنا تحديدا اليوم في شارع مطعم وكافيه حكايه. هذا المطعم الفريد من نوعه او الاول من نوعه في قضاء الدجيل. طبعا هو مطعم عائلي خاص، يعني كلش حلو. هذا المتنفس الوحيد اللي له هنا. فحبيت اليوم يعني قدموا لي دعوه، فحبيت البي دعوه الافطار تكون هنا في مطعمهم. يعني انا بصراحه تفاجأت بالامان الموجوده هنا. طبعا تفاجأت بالعالم الحلوه الطيبه، الحمد لله، ناس على فطاريتها. فانت شلون لامستي محبه العالم؟ قلت لك اليوم انا هنا بين اهلي وناسي، فاني اعرف هاي المحافظه كل زينه، لان خلينا نقول احنا محافظتنا هي الاولى. الناس دائما تتخوف من تقول لك مثلا وين طالع المحافظه صلاح الدين، ها تخافون لا بالعكس، حب وامان وكل شيء ما بيها. بعدين هي محافظه حلوه. بعدين احنا جينا هنا لان نريد التفاته من حكومتنا الموقره لهذا القضاء. مع الاسف هذا القضاء يخلي او خالي من مستشفى، رغم انه يعني قضاء معروف هو وقضاء قديم جدا. احنا نطلب او التماسه من حكومتنا الموقره انه تبني مستشفى في قضاء الدجيل، لان ماكو هنا بس ببلد. بس ببلد، يعني المريض هنا يمكن يموت وبعده ما واصل، فليش ما تكون لهم مستشفى؟ مو خلينا في التخصيص مالي نلتفت للارصفه للشوارع. هنا قضاء كلش حلو. صعب انه مستشفى ماكو. على اي حال خلينا نفطر. اوكي نقرا دعاء الصيام ان شاء الله. يلا. اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا، وللصيام يوم غد نوينا، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. يلا. طيب وين مناسب رمضان اعمال، وما شاء الله هالسنه بس يعني الشاشه والله ما دا احسب، عين البارده عليه 6 اعمال مدري 10 احسبها. طب احمر، اقوى من الحب، عالم الست وهيبه، مستر امبير، الو تاكسي، الو عمو، السلام عليكم. عيني بارده عيني بارده، قل اعوذ برب الفلق. يلا. الحمد لله، الله من علي بنعمه هاي السنه في رمضان. فكان العمل الاول هو عالم الست وهيبه، والي الشرف انه اشتغلت ويا الكادر الحلو ويا ست وهيبه نفسها يعطيها ان شاء الله طول العمر، ونقول لها كل عام وانت بالف خير ورمضان كريم ان شاء الله، والكادر الشبابي حلو. عندي ايضا في اقوى من الحب الاستاذ عزام، كانت الشخصيه كلش حلوه، وانا اطلع اخت الاستاذ محمود ابو العباس، ونقول له رمضان كريم ان شاء الله عليك. عندي ايضا قط احمر الاستاذ احمد وحيد، وعندي حلقتين متفارقه الو تاكسي ومستر امبير. مشاهدينا الكرام اليوم بسفره رمضان هي راح تختار لنا الوجبات اللي راح تنزل، فانت شنو طلبتي من الحكايه؟ لو بعد ايش ما طالبت؟ طبعا انا طلبت
شلون ما طلبت. بعدين يعني هم يعرفون أنا الأكل اللي أحبه هنا شنو هو، فراح تنزل لك وجبة فطور تجنن. نعم مشاهدينا الكرام، احنا ما زلنا متواجدين اكيد في مطعم حكايه، وهالسفره الحلوه والطيبه بعنام الشيف رائع جدا، وابو المشاوي يخبل وكلهم طيبين. بس انا اذا اعرف انت شلون راح تقاومين وانت مسويه قص معده مثل ما يقولون، سولفي لي. شو اسولف لك؟ اسولف لك على المندي باللحم، لو اسولف لك على المندي بالدجاج، لو هاي شو يسمونها مقلوبه، لو اسولف لك القوزي، لو التشاريب، لو انواع الشاورما، لو المشاوي اللي تخبل. لا توصينا بهاي الصينيه. ليش؟ اتفقنا هاي الصينيه ممنوع توصينا. لو تمن باقله، طبعا بعد اكو هواي انواع، بس احنا انا قلت لهم لا تلزنون كليتين. اما العصاعيص بالدومه فشي خرافي لا يقاوم. حرام عليك محمد، خليني يعني اكل افضل. عندنا سؤالين ونختم وبعدين ناكل براحتنا. يلا. نازله 5 اعمال ولا بوستر لك بالشارع، وهاي الدعايات والمسلسلات مالي شوارع، ليش ماكو بوستر لك؟ اقول لك البوستر اهم لو الاكل اهم. خلوا لي بوستر، ما خلوا لي بوستر انا مسومه. البيت العراقي يحبني، الشارع العراقي كله يحبني، جهال كبار كلهم يحبوني. وبعدين الشاطر وين؟ اللي عبي بالسكه رقي. خل تطلع اعمالنا برمضان وخلي يشوفون. انا ما يهمني الورق اللي راح يطلع بالشارع ولا الشاشات اللي تطلع بالشارع، بس انا عتبي على جهه الانتاج، عتبي على القنوات اللي ما عندها انصاف بهيك شيء، بس هم لا يزعلون علي. يلا كملي بعد شو تريد؟ شنو الاكله اللي انت تنجحين بطبخها صح؟ تقول 100 على 100. اسوي كل شيء يعني على مزاجي، بس احنا العراقي الاختصاص الباميه. الباميه من اسوي لك اياها ماكو عثوم ومي طماطه هيك مجعوصه بالايد، مو تسوي لي اياها المره بالخلاط ماكو، وعليها العصاعيص مثل هاي عصاعيص الدومه ماكو الكسود. يما قبل اذا تمن عنبر وبالحكاكه وفوقها لا اشرد. والدومه اسوي لك اياها طيبه بجدر فافون، ضلوع وعضود وبصل وفلفل وشجر حامضه وحاره ومايعه ودهينه، وكلها الف عافيه. شو شفتي حكايه؟ شلون شفتي تعاملهم ويانا؟ شلون شفتي الكادر؟ شلون شفتي الشيفين اللي هم موجودين اللي هم رتبوا هاي الاطباق؟ شو اريد اقول لك على حكايه؟ من اقول لك طبخ اهلنا طبخ اهلنا، فشي جنن ما شاء الله. كل انواع الاكل موجود عندهم الشرقي، والمقبلات حلوه والمروقات حلوه، وصدق الدولمه هسه من ضقتها كانما انا مسويتها بالبيت. اسعارهم حلوه وتعاملهم مناسب، وشكرا لكلهم لهم بهالضيافه. يعني اليوم احنا برمضان وهذا الفطور الحلو، واذا ما اقدر اكله راح الف واخذه وياي البيت. شنو رايك؟ هاي لا توصلين هالصينيه. شو كتلتني بهالمشاوي؟ انا ما اكل مشاوي، خذها بالعافيه لك. اوكي. عادة اتفاق بين كل الاصدقاء، اوكي؟ انا اتفاقنا انه انت ما توصلين بهاي الصينيه، اوكي؟ ولا هاي الصينيه. شوف باكل يخبي لك بالعافيه عليك. كل شيء بيه لحم يعني، وخصوصا هذول ها ولا حطيني على هذا. يلا اوكي. شو تقولين بختام هالحلقه الحلوه؟ واكيد انا اقول لك رمضان كريم عليك واسمع كلمه من عندك. طبعا انا جدا فرحانه اليوم بين اهلنا وناسنا بقضاء الدجيل. طبعا كان من زمان اني اتمنى انه اكون دائما يومهم هنا. اليوم الاستضافه كانت كلش حلوه خصوصا في رمضان، وما شاء الله انت تشوف حب العالم إلنا، يعني احنا وين ما نروح حب العالم إلنا، فهذا فشي يعني نعمه من الله. شكرا لهم وشكرا على القائمين بهذا المكان، ويا رب اتمنى لهم التوفيق، وشكرا للشيف الحلو اللي سوانا هاي الاطباق الجميله يا ربي، ومشروع ناجح ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله صاحب المشروع اشوفه بعد اكبر واكبر في قضاء الدجيل. مشاهدينا الكرام اكيد وصلنا الى ختام هذه الحلقه، بس انا قبل الختام اريد اختم وياي هذا الولد. طبعا هو يشبه جاك شان. تعال افتح.
ما ادري 24 ساعه انا اصور واحكي وهو يضحك بوجهي، فانت انا طاقه ايجابيه تخبر. ما شاء الله. يلا تعال. ويا منا واقف وراي. يلا. بهالحلقه الحلوه طبعا حكايتنا كانت حلوه في حكايه، ويومنا الرمضاني كان يخبل. شكرا لحسن الضيافه، شكرا لاهالي الدجيل اللي اغمرونا بمحبتهم وضيافتهم ورقيهم وثقافتهم. يا رب ان شاء الله الزياره الجايه اشوف الدجيل اجمل واجمل، لانه هي عندها هالمطعم الحلو. ان شاء الله الجايه نشوف فنادق ونشوف تفاصيل يستحقوها العالم اللي ساكنين هنا، لانه ناس طيبين ولازم نسلط الضوء عليهم. واقول لك رمضان كريم، مع السلامه.